السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو وصلت هنا فدي مش صدفة، يمكن قلبك تعبان أو نفسك في حاجة ومش لاقيلها باب. يمكن بتسأل ليه كل ما أتمنى حاجة الأمور تتعقد أكتر. تعال نقعد سوا شوية وندخل بهدوء على السر اللي محدش قالك عليه، بس قلبك هو اللي هيسمع دلوقتي مش عارف. كل ما تتمنى حاجة تتعقد، كل ما تحلم تحس ان الدنيا بتتقفل في وشك، كل ما تقول يا رب تحس انك بتختبر اكتر، كل ما تحاول تقرب الحاجة تروح بعيد. طب ليه كل ما قلبك يتمسك بحاجة بتمشي من حياتك؟ ليه بتحس انك لما بتطلب الحياة بتعكسك؟ طب انت بتدعي وبتتمنى ونيتك طيبة، ليه التأخير والتعقيد؟ وليه الصمت من السما؟ أنا هقولك دلوقتي السر اللي لو فهمته هيغير نظرتك لكل حاجة بتحصل حواليك وكل حاجة لسه محصلتش. السر ببساطة إن اللي انت بتتمناه لسه مش شايفك جاهز ليه. مش انت اللي بتختار الوقت، النعمة هي اللي بتختارك لما تلاقيك تستحقها، لأن في توقيت إلهي دقيق جدا بيشتغل ورا الكواليس. انت شايف الحلم، بس ربنا شايف قلبك وشايف لو وصلتله دلوقتي هتفرح بيه ولا هتضيع. شايف لو فتح لك الباب دلوقتي هتدخل برجلك ولا هتقع من أول خطوة. اللي بيبان لك تعقيد هو في علم الله تحضير. انت بتقول يا رب افتح لي الباب، وربنا بيقولك لسه، خليني ابنيك الاول علشان لما افتح ما تقعش. متخيل ربنا بيقولك انا بأعدك وبصنعك وببنيك علشان اللي انت عايزه قوي، ولازم تكون قوي زيه. لكن خلي بالك، مش معناها انك توقف او تسلم نفسك وتقول خلاص هي هتيجي لوحدها. لا، انت مطالب تمشي وتدعي وتشتغل، بس وانت ماشي ما تبقاش متعلق، وانت بتسعى ما تبقاش مرهق. اعمل كل اللي عليك كأن كل حاجة بإيدك، وسلم أمرك كأن كل حاجة بإيد ربنا. انت بتجري ورا الرزق، بس الرزق عنده توقيت، مش هيهرب منك، لكن بيستنى النسخة الصح منك، نسختك الصافية، النسخة اللي مش متعلقة، النسخة اللي واثقة من نفسها ومش مستعجلة، يعني مشتاقة من غير لهفة. كل ما تتمنى الأمور تتعقد، يمكن عشان التمني لسه جاي من نقص مش من يقين، يمكن لأنك بتتمنى الشيء أكتر ما بتتمنى قربك من ربنا. اسمع الآية دي كويس: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل حاجة انت حبيتها بزيادة وتعلقت بيها اتحولت من نعمة إلى اختبار، وكل ما علتها في قلبك فوق الرضا ربنا شالها، مش علشان يعاقبك لكن عشان يرجعك ليه من تاني. كل حاجة بتتأخر عليك مش ضايعة، بس جاية في ميعادها، جاية لما تستحقها بجد، جاية لما تتحول من جوه، مش لما تعمل اللي عليك وتقعد تستنى، لكن لما تتطهر من جواك من الخوف ومن التعلق والاستعجال. انت ليك دور، اسعى وخد بالأسباب وجرب تاني حتى لو خفت وتعبت، لأن كل خطوة بتاخدها ناحية حلمك حتى لو ما وصلتلوش بتقربك من نسختك الأصلية.
وانت مش مطالب توصل بسرعة، انت مطالب تبقى أهل للوصول. ودي حاجة ما بتتحققش بالسكون، لكن بالسعي المصحوب بالتسليم. السر اللي هيغير نظرتك إن التأخير مش ظلم، والتعقيد مش نحس، والصمت من ربنا مش سكوت، ده شغل دقيق بيشكلك مش بيكسرك. عارف ليه الدعاء ساعات ما بيستجابش؟ لأنك مش بس بتدعي، انت بتطالب بحاجة وانت جواك لسه مش مؤهل ليها، زي اللي بيطلب مفتاح باب وهو لسه ما بناش السلم. لكن لما تهدى وتسلم، لما تبطل مقاومة وتقول من قلبك يا رب لو فيها خير اجعلها ليا، بس في وقتها، وقت ما انت شايفني استاهلها، هنا الكون كله بيتحرك من أجل بنائك ومن أجل رسم طريقك. وهنا النعمة كمان بتختارك. ما تبقاش مستعجل قوي، علشان ممكن النعمة تيجي بدري وتكسر قلبك، لكن لما تيجي في وقتها هتبنيك وهتطورك. كل حاجة انت مستنيها هتجيلك، بس لما انت تبقى ليها مش هي اللي ليك. وما تنساش ابدا، اللي بيصبر بيكبر، واللي بيستعجل بيعيد الدرس من اول وجديد. ربنا عادل، لكن ما بيديش قبل الاوان، وما بيرفضش، لكن بيخليك تنضج وبيساعدك، وبعدين يديك طلبك. كل ما تتمنى الامور تتعقد، خلي بالك، يمكن الامور بتتعقد علشان تكون انت المفتاح، مش هي المفتاح. السر الحقيقي اللي نفسك فيه جاي، بس جاي على قد حجمك الجديد، مش حجمك القديم اللي كان بيدعي، لكن حجمك اللي اتعلم يسلم ويثق وينضج. جاية والله جاية، بس في توقيت ربنا مش في استعجالك. وسيبها تيجي براحتها، بس وانت بتسعى ليها، لانك كل ما تبدأ خطوة الدنيا كلها بتقرب لك، لان ده وعد من ربنا ليك، وهو ده السر. لو الرسالة دي لمست قلبك، خليها تكمل طريقها لقلوب غيرك. اشترك في القناة وفعل الجرس واكتب لي تعليق. ايه هي الحاجة اللي اتأخرت عليك بس دلوقتي فهمت انك بتتجهز ليها؟ شكرا ليك من قلب لقلبك، سلام يشبه نور القرآن.